في أحد اللقاءات القليلة قال إبراهيم إنه لا يستطيع العودة إلى مصر لأنه قد يعتقل فور وصوله. هكذا كانت النهاية، لا اعتزال رسمي ولا وداعاً يليق بنجم كبير. إبراهيم سعيد من نجم في الملاعب إلى متهم في قضايا مدنية وجنائية، من قمة المجد إلى هوامش النسيان. هل كانت الشهرة السبب؟ أم أن اختياراته هي التي قادته لهذا المصير؟ كل ما نعرفه أن اسماً كان يوماً ما في قلوب ملايين تحول إلى قصة تحذيرية عن السقوط بعد الصعود. وبعدما كان يتجول في أرجاء الملاعب، أصبح يتجول بين جدران السجون. في عالم الشهرة، خطوة واحدة كفيلة بأن تهدم كل ما فعلته في سنين. إبراهيم سعيد لم يخسره الجمهور فقط، بل خسر نفسه قبل كل شيء.